مرحبا، أنا الدكتور أنطوان أبو موسى. أنا بروفيسور من الجامعة الأمريكية ببيروت. كنت رئيس القسم بطفل الأنبوب بالجامعة الأمريكية ورئيس الجمعية اللبنانية للأمراض النسائية والتوليد. انضميت لمدينة فاروق الطبية تقريبا من 10 أشهر عن اختصاصي بأمراض العقم، طفل الأنبوب، الأمراض النسائية والتوليد. من 10 أشهر انضميت لمستشفى فاروق، صرنا 6 أشهر نحن مبلشين بروجرام طفل الأنبوب بالمستشفى، وبلشنا نعمل عمليات طفل الأنبوب ابتداء من شهر 8 2021. الخدمات اللي نحن بنقدم العلاج كامل لأي مشكل عقم موجود، إن كان بيحتاج لطفل الأنبوب أو ما بيحتاج له. عندنا تركيز خاص على المشاكل اللي بتتعلق بالتكيس على المبيض، أمراض بطانة الرحم المهاجرة، وطبعا كل الأمراض يلي بدها تنتهي بعملية طفل الأنبوب. هون أكثر شيء بنركز على الأمراض المتعلقة بالرجل. نحن بننصح كل كابل إذا كان المشكل من الرجل إنه يلجأوا لعملية طفل الأنبوب بأسرع وقت، ما يضيعوا وقتهم بأي علاج ثاني، لأنه أغلب الأيام العلاجات ما بتفيد والحل الأنسب بيكون بطفل الأنبوب. كمان بنقدم طفل الأنبوب للأشخاص يلي عم بيتقدموا بالعمر بحاجة يعملوا العملية بأسرع وقت. المشاكل بطانة الرحم المهاجرة، تكيس على المبيض، هودي كلهم صاروا نتائجهم شبه ممتازة بعملية طفل الأنبوب. نحن نتائجنا الحمد لله كتير منيحة، عم نتخطى صرنا قريبين ل 50% نسبة حمل، وهي هيدي نسبة قريبة كتير لأغلب المختبرات الموجودة بأوروبا وبأمريكا. نحن كان بهمنا نعمل مركز طفل الأنبوب بيتميز بالجودة، بيتميز بالشفافية والصدق. هودي كتير أساسية بأي عمل بطفل الأنبوب.